ست منى. اكو كاتب بريطاني اسمه كريستوفر نولان، وهو كاتب ومخرج بريطاني امريكي، يعني يشتغل في هوليوود. عنده فد فيلم نهايه الفيلم هي هاي فكره الفيلم. طبعا هو اخذ اوسكار بسبب هاي الكلمه. هذا هارفي اسمه يموت، واحد شخصيه يموت ومحبوب عند الشعب، بس هو عنده اخطاء. وجهه نصه محترق، نصه محترق ونصه طالع. وطالع وجهه المحترق هيك، فاول شيء يسوي يقلب الوجه مالته. فيلم دارك نايت باتمان، هو قلب الوجه مالته. ايش قال المفتش العام او حاكم الولايه؟ قال باتمان، قال له قل للمجتمع نهايه الفيلم باتمان محبوب والناس تحبه وكذا. قال له قل للشرطه، جايه الشرطه يسمع صوت الاسعاف الصيتيه، قال لهم باتمان قتله. قال له شلون اقول له؟ انت نقذته وانت كذا وهو راد يقتلك. قال له شوف، التضحيه اذا الشعب تضحي له باغلى ما تملك. مرات مو الروح اغلى ما تملك، مرات السمعه. ترى مرات واحد يروح يعطيها بلحظه عادي، بس السمعه صعبه. صح. تضحي شعبك بسمعتك. تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شنو تحب؟ تحب تليفوناتك؟ تحب فلوسك؟ تحب نفسك؟ سمعتك؟ غرورك؟ يعني بشرفك. منو مثلي هسه قبل الانتخابات بشهر ويفوت على هاي الفوته؟ زين انا لمتك، انا خابرتك ولمتك. ست منى ما اقدر استغلها واسوي سيناريو 2018 نسويه، سيناريو اطاح بالعبادي. انت طلع من داعش، هو رقم واحد العبادي. طلع من داعش 2017. رجل توازنات، والامريكان راضين عليه، هو بريطاني الجنسيه، الايرانيين ما عندهم مشكله وياه، والامور كلها طيبه. شنو طيحت؟ بصره ولا مو بصره؟ بصره طيحت. صح. 2018 مظاهرات ماي. هسه هاي ما اقدر. وانا اعتقدت انه ما نقدر اسفل بس بما انه اكو انت معارض للسودان، ما اقدر استغله ضد السوداني. معارض، فسويت شيء عكس التيار، واليوم السباح وتحملت النتيجه. اتحمل. انا مرتاح بضميري، مرتاح اللي حكيت صحيح. انا نايم مرتاح.